La démocratie, c'est le droit à la parole pour chacun. Nous avons été invités par d'autres à partir. لعبد المجيد تبون الذي أنهيت مهامه رسميا من طرف الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة. لم يفسح تبون للصحافة عقب تسليم المهام لخلفه عن سبب إقالته. اكتفى بتمنياته بالنجاح للعائد إلى قصر الحكومة، فهذه رابع مرة يترأس فيها أو يحيى الجهاز التنفيذي الجزائري، 3 منها خلال عهد بوتفليقة. كان علي حداد رئيس منتدى رجال الأعمال أول المهنئين للوزير الأول الجديد، تهنئة تحمل رسالة خاصة ذات دلالات سياسية. فغداة تعيين عبد المجيد تبون وزيرا أول في 24 من مايو خلفا لعبد المالك سلال توعد أمام البرلمان بإنهاء علاقة المال بالسياسة. في 15 من يوليو حدث ما أشعل نار الخلاف. منعت مصالح الحكومة رئيس منتدى رجال الأعمال علي حداد من حضور فعالية يرأسها الوزير الأول. جاء رد الفعل سريعا. تنادت النقابة الرئيسية في البلاد ورجال الأعمال في سابقة فريدة من نوعها إلى اجتماع سريع للبت فيما اعتبروه تجاوزا من رئيس الحكومة. صدر بيان كان أقرب إلى إدانة تصرف تبون منه إلى اتخاذ موقف من قراراته. ردت الحكومة بتوجيه إعذارات تلزم الشركات الخاصة بالسرعة في إنجاز مشاريعها وضبط جودتها والتقيد بدفتر شروطها والكف عن التدخل في السياسة. خرجت الأزمة إلى العلن، لاكتها الألسن وبسطت لها الصحف والقنوات التلفزيونية مساحات واسعة من النقاش والتغطية. اتهم رجال الأعمال تبون بكبح الاقتصاد وتعطيل المشاريع وخلق الأعذار. انتظر الناس فصل الكلام من طرف رئيس الجمهورية شخصيا. بدلا من ذلك تلقى الجمهور رسالة أخرى واضحة المعالم كانت مناسبتها جنازة رئيس الحكومة الأسبق رضا مالك. نشرت يومها صور ومستشاره مع علي حداد ورئيس اتحاد العمال. أثارت الضحكات الصادرة عن الثلاثي جدلا بين من وجدها بعيدة من هيبة المناسبة ومن لم يرى فيها شيئا من ذلك. في الجنب يوجد رئيس الحكومة منفردا. فهم المقصود. في 8 من أغسطس أعطيت تعليمات غير رسمية قيل إنها من رئاسة الجمهورية تأمر الوزير الأول بالكف عن التحرش برجال الأعمال. لم يمر أسبوع بعدها حتى عزل عبد المجيد تبون الذي لم يمضي على تعيينه رئيسا للحكومة الجزائرية إلا 2 يوما. كانت حكومته الأقصر مدة في تاريخ الجزائر. هل تصرف عبد المجيد تبون من تلقاء نفسه باتخاذ قرارات من شأنها إبعاد المال عن ممارسة السياسة؟ منذ 62 منذ الاستقلال رئيس الجمهورية ينهى مهام وزير الأول بعد 2 شهور لأول مرة. يعني في حاجة لهذا ما ندخلش في التفاصيل. رئيس الجمهورية باش ينهي مهام، لأن لما يكون رئيس حكومة إنها مهام نتاعو عنده تأثير داخليين وخارجيين وعلى صورة البلد. في المهارة والحكمة تاع بوتفليقة يقول لك أنا نتمتم وأنت تفهم، تجي فاهم. وصلت أنا تاع عمي علا والله يرحمه. كنت خطرة مع رؤساء دول قالوا لي كش ما عندكم مطاعم مليحة في الجزائر؟ قلت لهم عندنا مطعم واحد مليح نتاع عمي علاوة بالحمص دوبل زيت. وانا تربيت واخواني هنا حاضرين، وانا تربيت بالحمص تاع عمي علاوة الله يرحمه، ساعات سامبل زيت، ساعات دوبل زيت، وساعات بالحار، ساعات بلا حار. هذه هي قسمتنا تاع الاشياء اللي انا تخصصي الاول هي امراض الصدر والجهاز التنفسي. اخترعتها هناك في المانيا دي 300 اس 12 اللي من بعد صدروها للخارج وجابوا حتى الميموار نتاعي في جامعه لايبزيغ في نفس الجامعه. انا خريج اليوم 11 يوليو 64 دكتور الدرجة الأولى، كنت ماجور دو بروموسيون وبعثوا لي عطاوني هذه سنة ميدالية ذهبية من الحكومة الألمانية لأول طبيب جزائري. السفير هنا وراها في الفيسبوك شوفوها ميدالية ذهبية كم خلصت في 64 ناس 11 يوليو 64
ماجور دو بروموسيون، وفي ال50 عملوا لي ميداليه ذهبيه. اسكت شويه، اسكت اسكت، كله اسكت، خرجوا تاع جحيم. كي قلت لكم كنا قادرين شهر نوفمبر ما نخلصش الخدامين. لما عندي ما نخبي عليكم، 31 اوت 2017 الخزينه العموميه كان فيها 50 مليار دينار لا اكثر. 14 سبتمبر باردون كان فيها 360 مليار دينار. تدخل شويه تاع الضريبه، لكن باش البلاد تحتاج 200 مليار دينار على الاقل باش تمشي شهر. نحمدوا ربي اللي مازلنا واقفين، نحمدوا ربي جبنا لكم حل باش نكملوا نمشوا لقدام أسياد. من أجلك عشنا يا وطني، نفدي بالروح أراضينا. قد كنا أمس عمالقة في الحرب نذل أعادينا، وإن اليوم عمالقة في السلم حماة مبادينا. من أجلك من أجلك يا وطني، أبطالا كنا لا نرضى. أن انحاز إلى هذا الشعب الذي صبر طويلا وكابد المحن، وحان الوقت أن يسترجع حقوقه الدستورية المشروعة وسيادته الكاملة. وفي الأخير نؤكد مرة أخرى أن مسعانا لحل هذه الأزمة ينبع حصرا من ولائنا للوطن، لأننا على يقين تام بقدرة الشعب الجزائري على تجاوز الأزمات مهما كانت حدتها، ولأننا كذلك نؤمن يقينا أن الأشخاص مهما طال الأمد فمصيرها إلى الزوال، أما الوطن فهو باقي إلى الأبد. ونحن على يقين تام سيحسنون اختيار الرئيس المقبل للجزائر، المتمتع بصفات الرزانة والتبصر وبعد النظر، والقادر على تجسيد إرادة الشعب وإرادة البلاد بما يحقق النهضة المنشودة والمستقبل الواعد، وهو ما سيتم بإذن الله وعزيمة الرجال من خلال إدلاء المواطنين بأصواتهم في هذا الاستحقاق الانتخابي الحاسم. وشكرا. ماركي سونفوا والسباح سهرتوا على انتوما غير تهضروا ما ديروا، وانا بالرخص الماركي سونفوا والسباح سهرتوا على